تعالي يا بنت. اقعد يا بابا. ماشي سيبها. تبقى متأكدة يا بنت من العريس ده؟ ايوه يا بابا. مبسوط يعني؟ ايوه ده غني جدا، ده معاه عربيه ب 3 مليون جنيه. يعني هنعرف نقلبه يا بنتي؟ ايوه ده انت لو شفت محفظته مليانه فلوس، وشوف دول كمان جايبين له هديه. يعني نقدر ناخد منه شبكة ب 300,000 جنيه ولا حاجة؟ واكتر كمان. عايزين النصابات تنجح زي المرة اللي فاتت. لا ما تقلقش، فل الفل. لازم نقلبه ونطلع بقرشين حلوين. الو، ايه يا حبيبي انت فين كده؟ انت متأخرش عليا بقى. ماشي يا حبيبي، كلمته يا بابا، دول جايه في الطريق، بيركب بس العربيه وجاي. ماشي يا بنت. والبنت كانت مصدومة ومش عارفة تتكلم، فقررنا نتدخل ونشوف ردة فعلها. السلام عليكم. سلام. ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. شرفت بيك والله. معلش انا اسف اتاخرت عليكم. ولا يهمك يا حبيبي. حبيب قلبي. ولا يهمك يا ابني. طلباتك يا حاج. البنت قالت لي انك ليك رغبة في انك تطلب ايه؟ والله ده شرف كبير ليا يا حاج. نتكلم في التفاصيل ولا ايه رايك يا ابني؟ اللي تشوفه يا عمي. انت تقدر تجيب لها شبكة قد ايه يا ابني؟ انا تحت امرك في اي حاجه. ماشي يا حبيبي. احنا عايزين لها شبكة ب 300,000 جنيه. 300,000؟ مش شايف ان هو كتير يا حاج. يا دوبك يا ابني على قد الدهب ده، هم اسمرتين وختمين اللي هيجيبوا 300,000 جنيه. فكر كده وشوف اذا كانت تساوي عندك ولا ما تساويش. يعني لو ما جبتش. احنا لسه بنقول الشبكة، ما قلناش مهر ولا بتاع. هو لسه في مهر كمان يا حاج؟ كام بقى يا حاج؟ يعني نص مليون. نص مليون؟ ايوه عشان نجيب لها حاجتها يا ابني، اجهزتها وحاجتها. بس انت ما قلتليش الكلام ده يا شيماء. طب بعد كتب الكتاب بقى ندفع المهر ده؟ يا حبيبي احنا بنكتب القايمه وبنكتب كل حاجه قبل كتب الكتاب. هيكتب القايمه ولسه الحاجه ما جاتش؟ يا حبيبي قبل كتب الكتاب القايمه بتتكتب، هو النظام ده يا ابني كده. امك بتتصل اهي، على اذنك يا ابني. اتفضل يا حاج. انت ايه رايك في الكلام ده يا حبيبتي؟ ده شويه فلوس على ورق يعني. شويه فلوس على ورق؟ اجيب منين نص مليون مهر و300,000 غير الحاجه اللي انا هجيبها اصلا اللي عليا؟ يعني هجيب منين؟ بابا بس في نادي جايه لك اهو، جايه اصلا. هجيب منين يا ربي كل الفلوس اللي بقول لحضرتك. انا؟ اتفضلي. الناس اللي كانت قاعده معاك دول كانوا بيتكلموا عليك قبل ما انت تيجي. كانوا بيتكلموا عليا انا؟ بيقولوا حاجه كويسه بقى ولا ايه؟ لا كانوا بيقولوا ان انت معاك فلوس كتير ومش عارف ايه، وان هم ينصبوا عليك وانت تجيب شبكه وبعدين يمشوك زي اللي قبلك. طب وانت معاكي دليل على الكلام ده؟ لا معيش، بس هاتهم وانا هواجههم. انا اديله دلوقتي وتواجهيه بالكلام ده؟ ناديل يا عمو بعد اذنك لو سمحت يا عمو، معلش انا اسف على المقاطعه، بس بعد اذنك علشان في موضوع مهم. لحظه يا عمو بعد اذنك. زي ما انت دلوقتي يا عمو، البنتين دول بيقولوا ان هم كانوا سامعينك انت وهي. ايوه. وانتوا بتقولوا ان انتوا عايزين تنصبوا عليا وتقلبوني وبتعملوا خطه وعايزين ايه الكلام ده يا عمو؟ بس ايه يا ابني وتقليب ايه؟ ما هي لسه بتقول اهو. قلت ايه؟ قلت كده. ما حصلش يا ابني. هو انا اعرفكم يعني عشان اكذب ولا ايه؟ الجواز عرض وطلب يا ابني. انا قلت لك على اللي احنا عايزينه. سمعت. موافق عليه موافق، مش موافق خلاص. هو قال ايه بالظبط؟ واجهيه بقى بعد اذنك لان الكلام ده كبير. كان قاعد هنا بيقول ان انت هيخليك تجيب شبكه ومعاك تليفون وعربيه بملايين ومش عارف ايه، واول ما تجيب الشبكه هيمشوك ومش عارف ايه. وينصبوا عليك نصبايه ومش عارف ايه. مين اللي قال كده؟ انت قلت كده. انت بتسمع؟ انا عشان ابن حلال. سمعتني وانت كده؟ لا انت كدابه دي. مصلحتها هتكذب ليه؟ كدابه دي. ليه انا هتكذب؟ اعرفك عشان اكذب يا ابني والجواز عرض وطلب، عايز البنت اللي قلناها عايز، مش عايز خلاص. ليه؟ ممكن تكون غيران عادي يعني، عشان سمعت انت غيران. غير من مين؟ اللي هو واحد غني كان. بس انا الكلام ده كله مش جاي معايا. مع السلامه. كده يا بنت بوصلنا الجوازه كده، حرام عليكي، عيب كده يا بنت. عيب كده ايه؟ عيب اللي انت بتعمله مش اللي انا بعمله. هرضيك يا بنت، هديك قرشين. تراضي مين؟ عيب على سنك، عيب عضنا البيضه دي والله. روح شيلها بقى وخلاص. باظت كلامك ده على فكره. باظت الجوازه يا بنت. وانتوا مش عيب اللي انتوا بتعملوه ده؟ ده انت راجل شايب وعيب. عيب عليكم والله وعلى بنتي. انا ممكن اجيب لك 3 4 عرسان يبقى معاكي مليون جنيه في ثانيه. خليهم لك، هعمل بيهم ايه؟ هجيب لك 3 4 عرسان كده. خليهم ليك ولبنتك، ما تقعدش توجع لي دماغي. يلا يا بنت امي ولا قرف. تاني مره يا بنت ما نبقاش في حد قاعد ونتكلم قدامه. بوظوا لنا الجوازه وخلاص. مش هعرف اصلا خصمونا. هات يا عم عجيب بالظبط. يا انسه معلش انا اسف، احنا كنا بنصور عمي عجيب. تعالى يا عم عجيب. انت اسمك ايه؟ ملك. ملك. وانتي؟ مريم. انتوا شبه بعض، انتوا اخوات؟ اختي كبيره. ما شاء الله. والله يا جماعه هي دي تربيه البنات الصالحه. هم دول بنات مصر الجدعان يا جماعه. على فكره الاستاذه شيماء وعم عجيب معانا في البرنامج في فريق العمل، وانتوا والله العظيم احنا اتشرفنا بيكم والله. احنا اتشرفنا بيكم والله. وفي مكافأة بسيطة اسمحي لي اقدمها لك بس بعد ما نقفل التصوير. تمام ماشي؟ ماشي. انتوا موافقين ان احنا نذيع الحلقة دي؟ زيع. يا ريت يا جماعة كلنا نتعلم ان الساكت عن الحق شيطان اخرس، وهما ما سكتوش عن الحق.